تعرف ان في حاجه اسمها تضخم صحي؟ والله ما هو مفيش بلد تعرف تنمو وتكبر اقتصاديا من غير ما يكون في عندها تضخم في العمله بتاعتها. دي الطريقه اللي مبني عليها النظام المالي اصلا. بس ايه التضخم الصحي ده بقى؟ ده عباره عن ارتفاع مستقر ومتوقع في اسعار المنتجات بتاعتك. يعني كل حاجه سعرها بيرتفع سنويا بس بقيمه محدده، لا بتزيد ولا بتقل، ونبقى متوقعين السنه الجايه السعر هيروح فين. ليه بقى هو صحي اصلا؟ لان التضخم اللي من النوع ده بيعلي الجي دي بي اللي هو الناتج المحلي الاجمالي. فلما الجي دي بي بيعلى، المصانع بتشتغل، مستثمرين يجوا من بره يستثمروا استثمار مباشر، ناس تشتغل في الشركات وفي المصانع فيقبضوا مرتبات فيشتروا المنتجات وتفضل العجله دايره. التضخم الصحي ده بقى قد ايه؟ ده في الدول المتقدمه بيبقى في حدود ال1 2%. لو وصل ل 3% يبقى احنا كده ابتدينا نتكلم في شويه ارتفاع. الدول الناشئه اللي زي حالتنا بنتكلم بدايه من 4 5% واخرنا خالص 7%. عشان كده دايما تلاقي الحكومه عندنا بتقول لك ايه؟ انا مستهدف نسبة تضخم 7% عشان نقدر نوصل للليفل أو للمرحلة اللي عجلة الصناعة تقدر تدور فيها بأريحية. طب في دول بقى أصلا عندها صفر تضخم؟ هو الصراحة أشهر مثال على كده اليابان. طبعا اليابان استهدفت فترة طويلة جدا من عمرها صفر تضخم، ولكن ده جعل دماغهم في الآخر. ليه بقى؟ لأن صفر تضخم ده جرهم على طول للانكماش. يعني اليابان في الثمانينات والتسعينات كانوا هم مصنع العالم، ما كانش في حاجة بتتصنع إلا وبتلاقيها ياباني، زي الصين دلوقتي. مع اعتماد بقى إن العملة ما يحصلش فيها تضخم، ده كان واحد من اهم الاسباب ان هم يدخلوا في حاله الانكماش. الناس ما بقتش بتشتري المنتجات ومستنيه اسعارها تنزل، فالمصانع ما بقتش بتنتج زي الاول، فابتدوا يطلعوا من السوق، وابتدى مصطلح شركات الزومبي يظهر. شركات كبيره مش قادره تشتغل فبقت الحكومه بتدعمها، وفي نفس الوقت ما بقوش بيصرفوا على الابحاث والتطوير ففضلوا واقفين مكانهم. والنهارده ايه اللي موجود ياباني في السوق؟ كام ماركه عربيات على كام حاجه كده من اللي هي بيسموها الهيفي ايكويبمنت، المعدات الثقيله، حاجات بسيطه جدا يعني. بس هل اللي انا بقوله ده معناه ان كل التضخم كويس؟ لا طبعا. ما هو تضخم اعلى بقى من 7%، انت كده ابتديت تدخل في مرحله ان انت برضه بتقلل الجي دي بي بتاعك، بتقلل الناتج الاجمالي، لان الاسعار بقت بترتفع ارتفاعات اكبر من اللي المصانع تقدر تديها للناس مرتبات. فهي في حته كده ايه، سيف زون. لو قلت عن نسبه التضخم دي خطر، ولو زدت عن نسبه التضخم دي خطر. طب ليه اصلا بقى في تضخم في العمله بوجه عام اساسا؟ ليه الدنيا ما تمشيش حلوه كده وجميله وخلاص؟ لان العملات اللي في ايدينا دي بيسموها الفيات ماني او العملات الورقيه او العملات الائتمانيه، مهما كانت العمله بقى، جنيه دولار يوان ين اللي انت عايزه، العملات دي ملهاش قيمه حقيقيه، يعني لا مربوطه بذهب ولا مربوطه بحاجه تانية. العملات دي بتتعامل على اساس العرض والطلب، فقيمتها بتعلى وبتقل حسب ما بتطلب العمله دي. فبما ان هي اصلا ملهاش قيمه حقيقيه، فمع الوقت الدول بتحتاج انها تطبع فلوس، فطبعه الفلوس دي بتقلل قيمه العمله. فلو ان انا بطبع فلوس وفي نفس الوقت العجله الانتاجيه دايره، انا ببقى في السيف زون، في منطقه الامان اللي هي بالنسبه لنا زي ما قلنا من 5 ل 7%. لكن لو ان انا بطبع فلوس وللأسف مش قادر أوفر كمية منتجات أو صناعة أو زراعة أو أي حاجة تانية تشغل الناس وتديهم مرتبات عالية، التضخم بيبتدي يزيد. فأنت كواحد صاحب بيزنس لازم تبقى حاطط الاعتبارات دي في دماغك وأنت بتفكر في كل خطوة جديدة أنت بتاخدها في أي دولة أنت بتشتغل فيها. نسبة الجي دي بي قد إيه؟ نسبة البطالة قد إيه؟ كلفة المال أو نسبة الفايدة عامله ازاي؟ الحاجات دي كلها لما بتحسبها مع بعضها بتعرف هل انا النهارده في بيزنس سايكل عالي فاستثمر واكبر في شغلي، ولا ان انا في بيزنس سايكل نازل فلازم اهدى شويه وما اتوسعش. بس كده.